في برنامج حوار شهير، والأمر طبعا شهير والبديل من زبدة من غير ما يعرفوا إنهم هيتقابلوا ولا يقابلوا نفس المثيل، بس لازم يكون في بينهم خلاف كبير وتحقيق أو منافسين أو مفيش بينهم أي تقدير، وبعدين يتورطوا في موقف مرعب كله تمويل وطول التصوير كله في صراع مرير، ناس ما استحملتش وناس ما كملتش ومفيش داعي للتفسير، ورمضان كريم لسه جميل عندكم يعني هتشوفوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الجميل رامز جاب من الاخر. وحلقة النهاردة هتكون الحلقة 27 في برنامج رامز جاب من الاخر على قناة MBC مصر في رمضان 2024. الحلقات اللي فاتت ترجع وشوفها، هتلاقيني منزلها هنا على القناة، وهتلاقيني عامل لك بلاي ليست او قائمة تشغيل فيها كل الحلقات اللي نزلت من رامز جاب من الاخر. لو عايز تعرف مين الضيوف اللي هيجوا في حلقة النهاردة تابع معايا الفيديو للآخر. بس قبل ما نبدأ أي حاجة زي ما احنا متعودين مع بعض، ما تنساش تذكر الله أهم حاجة طبعا، وتصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتنزل تحت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ومن غير كلام كتير يلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. وشوفنا مع بعض حلقة امبارح واللي كانت الحلقة 26 في برنامج رامز جاب من الاخر، واللي كان مستضيف فيها محمود الونش ومحمد عبد المنعم. بصراحة الحلقة كانت جميلة جدا ورد فعلهم كانت جميلة، والحلقة بصراحة عجبت ناس كتيرة قوي، وكانت الحلقة مليانة بالضحك بصراحة يعني. والنهاردة بقى معانا الحلقة 27 في برنامج رامز جاب من الاخر الجديد في رمضان 2024. طبعا زي ما انتم عارفين ان في الوقت ده بالذات ناس كتيرة قوي بتدور وعاوزين يعرفوا تفاصيل واحداث الحلقة من قبل ما تنزل على التلفزيون، وعاوزين يعرفوا مين الضيوف اللي هيجوا في الحلقة. ففي فيديو النهارده هنعرف شوية تفاصيل كده بخصوص حلقة النهارده، واعرفك مين الضيوف اللي هيجوا في الحلقة قبل الفطار بساعة او نص ساعة بالظبط. هتلاقيني مغير لك عنوان الفيديو ووصف الفيديو في اول تعليق، وهتلاقيني عامل لك صورة مصغرة بالضيوف اللي هيجوا في الحلقة. واسامي ضيوف حلقة النهارده هتلاقيني سايبهم لك في عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو وفي اول تعليق، وفي الصورة المصغرة هتلاقيني حاطط لك الضيوف اللي هيجوا في حلقة النهارده. بكررها تاني، في عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو وفي اول تعليق، وهتلاقيني عاملها لك قبل الفطار بساعة بالظبط. عشان بيجيلي كومنتات كتير قوي بتقولي فين الضيف، انا اتفرجت على الحلقة كلها ومفيش الضيف. انا بعرفك ان الضيف في عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو، وهتلاقيني كمان عامل لك صورة مصغرة بصورة الضيف اللي هيجي في حلقة النهارده. احنا في الحلقة اللي بننزلها كل يوم بنتكلم شوية مع بعض عن برنامج رامز جلال، وبنعرف رأي بعضنا في البرنامج وفي الحلقة بتاعتي. وانا اتوقع وده من توقعي طبعا واحتمال كبير قوي ان يكون في حلقة النهارده الحلقة 27 في برنامج رامز جاب من الاخر هيكون حسن شاكوش وطليقته ريم طارق. اخواتي مجرد توقع، هنعرف مع بعض قبل الفطار بساعة. هتلاقيني مغير لك عنوان الفيديو ووصف الفيديو واول تعليق والصورة مصغرة، وانزل تحت في الكومنتات اكتب لي انت متوقع مين اللي هيجي في حلقة النهاردة في برنامج رامز جاب من الاخر. وبعد ما اتفرجنا مع بعض على برنامج رامز جاب من الاخر الجديد في رمضان 2024 وشفنا مع بعض حلقات برنامج رامز جاب من الاخر الجديد، فعلا برنامج رامز جلال الجديد اللي نزل في رمضان 2024 باسم رامز جاب من الاخر، فعلا البرنامج السنة دي برنامج قوي جدا وعجب ناس كتيرة قوي، ورامز راجع ببرنامج قلب الدنيا بصراحة وقلب الترندات في كل المواقع. لان طبعا زي ما انتم عارفين كلكم ان فكرة برنامج رامز السنة دي فكرة مختلفة جدا عن كل البرامج اللي رامز قدمها طول السنين اللي فاتت. فكرة البرنامج جميلة جدا ان هو بيجيب اتنين في بينهم مشاكل او خناق او اي حاجة، وبيبدأ ان هو يصلح العلاقات بينهم ويرجعهم لبعض. وزي ما انتوا عارفين ان احنا هنا على القناة بننزل لكم كل يوم فيديو جديد لبرنامج رامز جلال، وبنتوقع مع بعض من الضيوف اللي هيجوا في الحلقة من قبل ما تتعرض على التلفزيون بساعة او ساعتين بالظبط. ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت من برنامج رامز جاب من الاخر انزل هنا على القناة، هتلاقيني منزل لك كل فيديوهات رامز جاب من الاخر. ولو عايز تتابع الحلقات اول باول هتلاقيني عامل لك قائمة تشغيل او بلاي ليست كده باسم رامز جاب من الاخر، هتدخل عليها هتلاقي كل الحلقات. النهارده هتكون حلقة جميلة جدا وهتعجبكم، لان ضيوف حلقة النهارده ضيوف مميزة وكلكم بتحبوهم. طبعا زي ما انتم عارفين ان انا مش هقدر انزل لكم اي فيديوهات للحلقة، لان طبعا الفيديوهات دي بيكون عليها حقوق، فصعب ان انا انزلها هنا على القناة. انا بعرفك تفاصيل الحلقة وبعرفك مين الضيوف اللي هيجوا من قبل ما ينزلوا على التلفزيون بكام ساعة بالظبط، وهعرفك مين الضيف اللي هيجي في الحلقة بس قبل الفطار بساعة. هتلاقيني مغير لك عنوان الفيديو ووصف الفيديو واول تعليق، وهتلاقيني عامل لك صورتهم في الصورة المصغرة، واديني بكررها تاني وتالت ورابع. ويلا بينا نراجع مع بعض سريعا كده ونشوف مين الضيوف اللي جم في برنامج رامز جاب من الاخر من بداية الحلقة الاولى لحد الحلقة بتاعت النهاردة. وحلقة النهاردة هنعرف مين الضيوف اللي هيجوا في الحلقة قبل الفطار على طول. هتلاقيني مغير لك عنوان الفيديو ووصف الفيديو واول تعليق والصورة المصغرة بتاعة الفيديو بأسامي الضيوف اللي هيجوا في حلقة النهاردة. ويلا بينا نشوف مع بعض الضيوف اللي جم في برنامج رامز جاب من الآخر.
وحلقة النهاردة من برنامج رامز جاب من الآخر هتكون الحلقة 27، وحلقة النهاردة هتكون جميلة جدا وهتعجب ناس كتيرة قوي. نعرف مين الضيوف اللي هيجوا في الحلقة قبل الفطار بساعة، وهتلاقيني مغيرلك عنوان الفيديو ووصف الفيديو وأول تعليق، وهتلاقيني عامل لك صورة مصغرة بصور الضيوف اللي هيجوا في الحلقة. اكتب لي تحت في الكومنتات مستني حلقة مين من الفنانين كده يا أبطال. مش عاوز أحرق لكم كتير عن الحلقة، وعايزك تكتب لي رأيك تحت في الكومنتات بعد ما تشوف الحلقة من رامز جاب من الآخر على التلفزيون على قناة MBC مصر. وبس كده يا ابطال هيكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. سلام.